نقطة الصفر. يمكن أكتر حاجة أنا متصالح معاها حاليا هي دي، إن التركيز على أكتر من حاجة بيولد التشتت، والتشتت بيولد الضعف، والضعف للأسف بيولد الخوف. بتبقى خايف من نفسك مش من اللي حواليك، خايف تأثر، خايف ما تلتزمش، خايف تكسل وتماطل، وخايف تفضل مش عارف انت عاوز ايه، خايف تفضل طول عمرك ما تلاقيش إجابة لسؤال وأنا عايز أبقى ايه. ويا ترى هنعرف إجابة السؤال ده امتى؟ للأسف يا صديقي، الشغف ليس دائما هو الدافع، ولكن الخوف كان وما زال وسيظل الدافع الأول لك في حياتك. خوفك من إنك تترفد من شغلك أو يتخصم لك هو اللي بيخليك تصحى بدري. خوفك من الديدلاين أو إنك تتلام هو اللي بيخليك تخلص الحاجة في وقتها. لكن السؤال هنا، هو احنا ليه بنخاف؟ هو احنا ليه بنخاف لما بنحط جوه مؤسسة وجوه نظام، ولكن عمرنا ما كنا خايفين واحنا لوحدنا؟ وده على الرغم من اننا عارفين كويس جدا ان احنا لو التزمنا بالخطة اللي احنا حاطينها، لو التزمنا بعدد الكتب اللي احنا قلنا هنقرأه، لو التزمنا بتطوير النفس وبتطوير الذات، لو التزمنا بالجيم، لو التزمنا بكل بلان حرفيا احنا حطيناها، حياتنا كلها كانت هتبقى في مكان تاني. مش حياتنا احنا بس، حياتنا وحياة اهالينا وحياة اولادنا، كل ده كان هيختلف، كل ده كان هيبقى في مكان تاني. بس للأسف ما التزمناش. يؤسفني أقول لك يا صديقي العزيز أنك لست وحدك، بالعكس أنت وعم محسن ومناهد وبص وليلة كبيرة أوي سعادتك، وكلنا بنعمل نفس الكلام ده. بنجيب ورقة ونحط أهدافنا، هنعمل إيه وإزاي، والساعة الفلانية هنعمل فيها إيه، والساعة الفلانية بريك، وهكذا. والوقت الوحيد اللي بتشوف فيه الورقة اللي انت حاطط فيها الجدول أو اللي انت حاطط فيها حياتك هتبقى ماشية إزاي، هو وانت تقريبا بتعيد ترتيب أوضتك أو بتتخلص من كراكيب قديمة، فإذا نفسك بتتفاجأ إيه ده الورقة اللي كنت حاطط فيها حياتي ومستقبلي أهي، بس للأسف ما التزمتش بيها. وقتها بتقول ياه لو الواحد كان التزم كان زماني بقيت في حتة تانية، كان زماني عرفت حاجات كتير جدا. خدت الشغف، خدت جرعة الحماس، طب يلا نعمل واحدة جديدة، واحدة جديدة، واحدة جديدة، وهكذا إلى لا أعلم إلى متى، ولكن لا أريد أن أقول إلى قيام الساعة لأجل ألا تحبط. سبب كبير من اللي احنا بنعيشه ده أو اللي احنا عايشين فيه هو للأسف مش احنا، ولكن هو للأسف العالم السريع اللي احنا بقينا محطوطين فيه. كل حاجة حرفيا على بعد تكة زرار، انك تطلب اوردر على بعد تكة زرار، انك تطلب اكل على بعد تكة زرار، انك تعرف معلومة، ودي اخطر حاجة، على بعد تكة زرار. اول ما يخطر على بالك شيء او يخطر على بالك استفسار او سؤال او مهما يكن، خش اسأل شات جي بي تي هيديك المعلومة جاهزة متقشرة، جاهزة للأكل. ولكن هنا بتكمن المصيبة. مليون كورس ومليون مهارة ومليون ورشة بيقولوا لك على حاجات انت محتاج تتعلمها، وخش 400,000 فيديو انت حاطه في السيف علشان خاطر ترجع له تاني في يوم من الأيام. وخليني أقول لك هنا يا صديقي إجابة، أو خليني أقول لك حاجة قد تكون مزعجة شوية. انت مش بتحطه في السيف علشان خاطر انت هترجع له تاني، انت بتحطه في السيف بس علشان خاطر ضميرك ما يأنبكش ان المعلومة دي او الفيديو ده او الكورس ده ضاع منك، ما تقدرش ترجع له تاني. ويمكن يا عزيزي الفيديو ده كمان يكون واحد منهم. طب هل احنا دلوقتي الضحية مع اننا عارفين كويس ايه الصح وبنبعد عنه وايه الغلط وبنروح له؟ احنا عارفين اننا بنمسك الموبايل ونفضل نسكرول على السوشيال ميديا بالساعات بلا هدف، بدون ما تقريبا تطلع حتى بمعلومة واحدة، بل بالعكس انت بتطلع بتأنيب ضمير وزعل على الوقت اللي ضاع منك. وعلى الرغم من انك عارف كويس جدا انك انت لو استغليت الوقت ده في انك تتعلم مهارة او تتعلم اي حاجة او تذاكر حتى اللي وراك، كان هيبقى افضل بكتير، ولكنك للأسف اخترت المتعة المؤقتة يا صديقي. احنا مش محتاجين كورسات كتير ولا محتاجين مهارات كتير نتعلمها ولا كل الكلام ده، احنا بس محتاجين نفهم ونتعلم ازاي نطبق اللي احنا عارفينه، وازاي لما نبدأ نذاكر في حاجة نلتزم بيها ونلتزم بكل حاجة وعدنا نفسنا ان احنا هنعملها. وده اللي هنحاول نشرحه في الفيديوهات الجاية. الى اللقاء.